بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الكوره. للمره الثانيه هنقول هزيمه غير متوقعه لنادي مصري. والحديث هنا على نادي الزمالك، وللحقيقه احنا بنعيش يومين اسوأ من بعض. اول امس خسر النادي الاهلي امام اتحاد العاصمه الجزائري بخساره كبيره، وهي خساره ليس بنتيجه وانما خساره لبطوله كبيره اسمها السوبر الافريقي. بالامس خسر نادي الزمالك من ارتا سولار الجيبوتي بهدفين مقابل لا شيء. وخليني اتكلم بكل صراحه شويه. كل اللي بيتكلم عن انه غيابات، ارضيه ملعب غير ممتازه بالمره، يا باشا كل ده لا يمد الى هزيمه نادي الزمالك بصله باي شيء. انت الزمالك، وعلى كل من يدعي انه مسؤول في نادي الزمالك على انه هو مسؤول في نادي يسمى ويدعى بنادي الزمالك. هزيمة لم تكن في الحسبان بالمرة، هزيمة صعبة وقاسية. مش نهاية العالم، مش نهاية المطاف، لسه ما الزمالك ما خرجش من البطولة، ولكن هزيمة. انت اعلى من الفريق ده فنيا وقيمة وكل شيء. انت في الشوط الاول عملت كل حاجة، عملت كل حاجة، تعدي وبتروح وبتيجي وبتعمل كل حاجة، ونسيت اهم حاجة، نسيت انك تجيب الجون، نسيت انك تدخل الكرة في الشبكة. فريق اقل منك بكل شيء، مفيش حاجة هو متفوق فيها عليك خالص. استهتار كامل من اللاعبين داخل ارضية الملعب، استهتار كامل. بالنسبة للهدف الثاني ده اللي شفناه، الهدف الثاني ده اللي احنا شفناه هدف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، هو فضيحة، فضيحة. هدف استهتار كامل من الدفاع، استهتار كامل، مساحات شاسعة في أرضية الملعب. لم نكن نتخيل أن يكون نادي الزمالك بهذا المنظر، وسامحوني يعني في التعبير. ده مش نادي الزمالك اللي احنا نعرفه، ولا ده النادي الأهلي اللي احنا نعرفه. انت قدام فريق هو أول مرة يهزم نادي مصري في حياته، أول فريق جيبوتي يهزم نادي مصري في حياته. وهذا الفريق خسر من نادي المقاولون العرب 9-1 في مباراة الذهاب. جه في مباراة العودة اتهزم 2 من نادي المقاولون العرب، مع كامل الاحترام لنادي المقاولون العرب. ولكن انت نادي الزمالك، وعلى من يرتدي تيشيرت نادي الزمالك أن يتفهم أنه يرتدي تيشيرت نادي كبير، مهما كانت صعوبات ومشاكل إدارية وغيرها. تيجي تكلمني تقول لي المشاكل اللي حصلت في الماتش تخص خوان كارلوس أوسوري، هقول لك لا، هقول لك لا. لو 11 لاعب الدم نطر في عروقهم هيقول له خوان كارلوس أوسوري على جنب، احنا هننزل نكسب، احنا هننزل نكسب. انت المفروض تكسب فنيا، نفسيا، قيمة تسويقية، كل حاجة انت كسبان، انت كل حاجة كسبان قبل الماتش. ولكن استهتار كامل من اللاعبين، استهتار كامل من مسؤولي نادي الزمالك. وبالمناسبة استهتار مسؤول نادي الزمالك ظهر في الماتش وظهر في المباراة. ظهر في المباراة في لقطة أول مرة أعرفها وأول مرة أشوفها. عاوز تفسير، وجماهير نادي الزمالك عاوزة تفسير. لقطة 2 لعيبة في الفريق، واحد لابس تيشيرت قديم وواحد لابس تيشيرت جديد. يعني انا عاوز حد يفسر، عاوز مسؤول من نادي الزمالك يخرج كده يقول والله اللي حصل كذا 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 بسبب الموقف ده، حصل الموقف ده بسبب كذا كذا كذا، ما عندناش تيشيرتات كفايه، ما عندناش كذا. ده القصه. انت نادي الزمالك
انت نادي الزمالك، نادي الزمالك تاني اكبر نادي افريقي بعد النادي الاهلي. انت المفروض ما تعملش حساب لحد، انت بتدخل واللي قدامك بيعمل لك حساب. انت ما تعملش حساب لحد، انت ما بتعملش حساب لحد، انت بتدخل واللي قدامك بيعمل لك مليون حساب. انت بتدخل فايز من اول الماتش فنيا ونفسيا، ولكن اداء غير مرضي بالمره بالنسبه للاعبي نادي الزمالك. يلام سوريو، تلام اللاعبين، يلام مسؤول نادي الزمالك ايا كان هو مين. نتيجه غير مسبوقه بالمره لنادي الزمالك في ادوار تمهيديه امام فريق لا يذكر، وانا بقولها لا يذكر، غير مصنف، غير مصنف. ما ينفعش تهزم، ما ينفعش، ما ينفعش. انت لو هتلعب بالناشئين ما ينفعش. ده بالنسبه لنتيجه المباراه. قدامك مباراه عوده اللي جاي، ده حفله. مباراه العوده دي حفله، انا عاوز اشوف حفله، الجماهير عايزه تشوف حفله في الملعب. مش قلت احنا هنفوز كام، لا، انت بتقول الفوره من كام؟ الفوره من كام؟ الفوره من 17، الفوره من 20، الفوره من 14، مش اقل من كده. انت نادي الزمالك. ده بالنسبه بما يخص نادي الزمالك ومباراته بالامس. والحقيقه يعني موضوع يخرج عن الشعور. اول امس النادي الاهلي، امس نادي الزمالك. نتمنى لهم كل التوفيق في المشوار الجاي. النادي الاهلي لسه مشواره طويل، نادي الزمالك لسه مشواره طويل. الاثنين فرقتين كبار يا جماعه، الاثنين فرقتين كبار، وراهم جمهور بالملايين، وراهم جمهور بالملايين. بنتمنى لنادي الزمالك التوفيق، بنتمنى للنادي الاهلي التوفيق. ده بما يخص نادي الزمالك. فاصل صغير ونرجع لاخبار النادي الاهلي. يخسر بطولة ولكن يعوضها ب10. هذه هي قوة النادي الأهلي. الأهلي مش مجرد اسم أو شعار، مش بس لون فانيلا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا فرحته من ورجعنا مرة تانية مع أخبار النادي الأهلي، وعنوان الموضوع هيكون كيف يواجه كولر غضب اللاعبين بعد هزيمة السوبر الأفريقي. الحقيقة مارسيل كولر عمل لجنة واجتماع مع اللاعبة، وأعطى الكثير والكثير من الوقت للطبيب النفسي مع الفريق لاسترداد الهدوء والتركيز داخل غرفة الملابس للاعبي النادي الأهلي. وجلس جلسة مع اللاعبين. هقول لكم تفاصيل الجلسة اللي عقدها مارسيل كولر مع اللعيبة. قال لهم نصا كده: لازم تتفرجوا على المباراة مرة ثانية حتى تشاهدوا الأخطاء التي وقعتم بها أمام فريق لم يكن أفضل منا، ولكنه استغل الأخطاء التي صدرت منا. لا يوجد لاعب ينفذ التعليمات الفنية، والجميع كان في حالة عدم تركيز. أيضا مارسيل كولر وجه رسائل لبعض اللاعبين. مارسيل كولر وجه رسائل لبعض اللاعبين: طاهر محمد طاهر و إمام عاشور، وأيضا لمروان عطية. قال لي إمام عاشور نصا: أتفهم عدم تركيزك في المباراة وعدم تفاهمك في بعض الأحيان مع زملائك، ولكن هناك بعض التعليمات التي حصلت عليها ولم تنفذها. بالنسبة لمروان عطية بيقول له: ليست أول مرة تلعب بتهور في أماكن خطيرة من الملعب، عليك التعلم من الأخطاء واللعب بحرص. قال رسالة قوية لطاهر محمد طاهر، قال له لازم تتفرج على المباراة مرة ثانية، وإنك أنت مش بتلتزم بالتعليمات الفنية ولا تستمع لما يقال إليك من الجهاز الفني، وهذا الأمر لن أقبله في الفترة المقبلة. صراحة
جلسة كانت قوية لمارسيل كولر مع اللاعبين، وأنا أقولها لك من دلوقتي: هذا اللقب الذي خسره النادي الأهلي سيغير الكثير والكثير من المعتقدات للاعبين داخل أروقة النادي الأهلي، وسيعيد الدفة من جديد داخل أروقة النادي الأهلي، وهتشوف. أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي طبق غرامة مالية على اللاعبين بسبب خسارة السوبر الأفريقي. جلسة كانت قوية مع اللاعبين. بصراحة عندي نصيحة أخوية لطاهر محمد طاهر: يلزم منك التركيز. أنت لاعب كويس، لاعب كويس، عندك إمكانيات جبارة جبارة، مش إمكانيات لاعب عادي، جبارة. لازم تشتغل على نفسك، لازم تتبع التعليمات الفنية عشان يكون ليك مكان داخل النادي الأهلي في الفترة المقبلة، مع وجود كم هائل من النجوم الموجودة في الفريق حتى الآن. لازم تثبت نفسك للمدير الفني مارسيل كولر. ده بالنسبة لأخبار النادي الأهلي. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله. تصبحوا على خير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هفضل أحبك